سلام البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس. كما نعرفوا كيقرب شهر رمضان الكريم، كامل نبداو دي بريباراسيون على لافونس، نديروا بعض التحضيرات. باغ اكزومبل كاين ناس تحضر البوراك حتى وهو وديروه في الكونجيلاتور. انا راح نعطي لكم هكا دي زيدي، كل خطره ندير لكم حاجه ان شاء الله برك تجربوا. يعني الافكار اللي نعطيها لكم، مركز الليمون والبرتقال جبته لكم اليوم اكسبرس، ما يديلكمش كامل الوقت، لازم تجربوه هذه الطريقه. نبداو على بركه الله، بسم الله. هنا عندي كيلو تاع تشينا وكيلو تاع قارص. راح نسكرفج الليمون. نبدا اولا بالليمون، نجيب لاغاب ونبدا نسكرفج في البرتقال تاعي بلا ما نلحقوا لهذيك الطبقه البيضاء. يعني راح نسكرفجو بلا ما نلحقوا لهذيك الطبقه البيضاء كيما راكم تشوفوا حتى نكمل كامل الكميه تاعي. انا علاش درت كميه قليله؟ لانه المشتركه طلبت مني نديرها لها، وانا ما كانتش متوفره عندي كميه كبيره حتى نشري ان شاء الله وندير هذه الطريقه ان شاء الله. راح نجيب البرتقال تاعي بعد ما نسكرفجلو هذاك القشور، راح نرحي البرتقال تاعي في هذه العصاره، واللي عندها العصاره اليدويه نورمال هي راح تدي لكم شويه الوقت، بصح من الاحسن ديروا في الكهربائيه خير. هنا بعد ما نرحي كامل البرتقال لازم نخيروا النوعيه الجيده اللي يكون القشور تاعها رقيق. ما تخيروش هذيك التشينه اللي يكون فيها القشور خشين، ما راحش تحصلوا على عصير بكميه كبيره. حاولوا تجيبوا اللي القشور تاعها يكون رقيق. هنا بعد ما نكمل كامل هذا البرتقال تاعي، وشوفوا كي تكون عندكم عصاره كهربائيه راح تكملوها في وقت قياسي، ما راحش تديو كامل الوقت. بعد ما نكمل نعصرها راح نديرها في ريسيبيون ونروحوا نديروا المقادير المتبقيه. لكل كيلو برتقال راح نديروا 500 غرام من السكر العادي. يعني راح ديروا الضعف تاع البرتقال، السكر ديما ديروا ضعفه برتقال. انا هنا درت كيلو راح ندير 500 غرام من السكر، وللامانه انا ما درتش 500 غرام لانه التشينه تاعي ديجا حلوه، درت غير 400 غرام من السكر. ونديروا هذاك القشور اللي كنا ربيناه مع الاول، نضيفوه لداخل ونخلطوه جيدا بالفوي، نغطوه بالبابي فيلم ونحطوه ليله كامله. شوفوا انا درته الصباح والعشيه باش قدرت اني نديرو في لي بواط. نتوما ديروه في الليل، غدوه من داك راح تلقاو هذاك السكر كامل داب. وما تنساوش ديروا حبه تاع قارص تعصروها وتضيفوها لهذا العصير تاع البرتقال باش يعطينا شويه حموضه، ما يجيناش حلو بزاف. هنا بعد ما نكمل نعصر الحبه تاعي راح نضيف على داك العصير تاع البرتقال، نحرك بالفوي جيدا وبعدها نغطيه بالبابي فيلم. وبنفس الطريقه راح نروح نديروا القارص ونقول لكم شحال ديروا المقادير. الى عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم ما تبخلوش عليا بالجيم وبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء، وما تنساوش طبعا ديروا لي ابوني باش يوصلكم كل ما هو جديد. هنا بعد ما نكمل راح نخلط جيدا بالفوي، نحاولوا انه هذاك السكر خطره على خطره نطلوا عليه باش نخلطوا السكر تاعنا، لانه راح يتكتل لنا كتله ما راحش يذوب معنا. نجيو دركا للقارص، درت كيلو 200 غرام، يعني النصف تاع القارص كي ندير كيلو 200 غرام راح نديرو 600 غرام من السكر العادي. هنا اولا قبل ما ندير القارص راح نروح نجيب لاغاب تاعي نسكرفجوه، ونحاولوا انه ما نقيسوش هذيك القشره البيضاء لانه هي راح تتسبب في مراره. على بها يجيكم القارص تاعكم العصير يجيكم مر. كاين بزاف اللي يعلقوا انه العصير تاعهم يجيهم مر، هذا كل بسبة هذيك القشرة البيضاء راح تطلق لكم مرارة في الجو تاعكم. هنا البنات بعد ما نربي كل الحبات اللي عندي بنفس الطريقة راح نقول لكم خيروا نوعية القارص اللي يكون القشور تاعها ما يكونش هكا. شوفوا هذه الحبة القشور تاعها بزاف خشين، كي نجيو نعصروها راح تعطينا كمية قليلة من العصير. اما هذه اللي يكون القشرة تاعها رقيقة، شوفوا الفرق بيناتهم راح يكون احسن واحسن، راح تربحوا كمية اكبر من العصير تاعكم. هنا راح نرحي العصير تاعي كامل، وما تنسوش المبشور تاع القارص تخلوه بجيه باش نستعملوه من بعد، هو راح يطلق لنا بنه ويعطينا لون للعصير تاعنا. سما لازم ضروري تسكرفجوه، ما تقولوش ما نقدروش نديرو المبشور ولا ما نحبوش الكو تاعو، ولا هو راح يزيد لكم اللون والطعم. هنا بعد ما نعصر الكميه تاعي كامل راح نجيب حتى هنا ريسيبيون البنات. وما تنساوش قلت لكم حاولوا انكم ترحيو في عصاره كهربائيه باش يجيكم الوقت تضمنوا انه تخلصوا بسرعه، خاصه كاينين الناس اللي يديروا كميه كبيره من العصير باش يبقى لهم عام كامل. هنا نجيب ريسيبيون نحط الكميه تاع القارص تاعي، وبعدها نضيف لها 600 غرام تاع سكر عادي، ونضيفوا مبشور الليمون. وعلاش درت 600 غرام؟ على بالكم بلي القارص حامض، انا ما نقصتش. هنا درت كيلو 200 غرام تاع برتقال، راح نضيلو
600 غرام من السكر العادي وشوية تاع مبشور اللي كنا درناه. نخلط جيدا وساعة على ساعة نحاول نخلط هذاك السكر باش ما يبقاليش كتلة. ومن الأحسن أنكم ديروا هذه العملية في الليل باش الصباح تلقاوه واجد. هنا راح نجيب مصفاة، راح نصفي كامل هذا العصير تاعي. هذا موش عصير، هذا مركز. هذا مركز باش تزيدوا له الماء باش تخدموا العصير تاعكم. يعني ما راح تشربوه هو هكا، راح يجيكم بزاف حلو. لازم ضروري نضيفوا الماء. دوك نقول لكم شحال ديروا المقادير. تبعوا فقط الفيديو للاخير، راح نعطي لكم المقادير بعد ما نصفوا كامل. هذاك اللي يبقى لي في المصفات كاين بزاف اللي يخبيوه في علب ويديروه صوا في المسكوتش ولا البسبوسه، المهم ينكهوا به حاجه في الطياب. وبنفس الطريقه راح نجي هنايا ندير تاع البرتقال حتى هو نصفيه كامل، وبعدها نجيب علب اللي راح ندير فيهم هذا المركز. شوفوا كاين اللي يديروا في لي غوبلي، انا لا نحب ندير في علب نغلقهم، يعني نغلقهم من الاعلى باش يتغلقوا معايا. هنا البنات نتوما خيروا اي نوع من العلب اللي حبيتوها. انا جبت هاد لي بواط. راح ندير المركز نعمره، وحاولوا انكم ما تعمروهش بزاف باش ما يسيحلكمش كي تحطوه في الكونجيلاتور ولا كي يجمد معاكم راح يضاعف شويه الحجم تاعو. ما تعمروش بزاف وخلاص. شوفوا كي ديروا كميه تاع لتر من العصير تاع الليمون من هذا، راح ديروا النصف تاع هاد العلبه. نصف تاع هاد العلبه راح دير لكم لتر من العصير. ولو كان تحبوا ديروا لتر ونصف 2 ريتلات راح ديروا العلبه كامله. وهذا يرجع لكم حسب الذوق. كاين اللي يحب العصير تاعو يكون حامض، كاين اللي يحبوا يكون شوي شويه. يعني يعني باش تخلطوا لازم حسب الذوق تاعكم. هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم غالياتي. ان شاء الله يكون عجبكم فيديو نهار اليوم. تخلوا لي رايكم في التعليقات. هنا راني خلطت، درت لتر من الماء لهذيك الكميه، وانتم ديروا حسب الكو تاعكم، يعني ديروا حسب الطعم. ما راحش نجي ندبر عليكم كيفاش ديروا. ان شاء الله يكون عجبكم فيديو نهار اليوم. وفي الاخر ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم. سلام.